دي لا رجولة ولا بطولة مني. الاعتراف بالخطأ من شيم الكبار. محمد رمضان يعتذر لأسرة الشاب الذي صفحه في مراسي بالساحل الشمالي. نشر الفنان محمد رمضان على حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو له ظهر فيه وهو يكشف تفاصيل صفحة أحد معجبينه خلال تجوله في إحدى قرى الساحل الشمالي، موجها اعتذاره لأهل الشاب. وقال رمضان في الفيديو: الجمهور العادل الأصيل الغالي، ألف شكر وربنا ما يحرمنيش منكم على وفيتكم معايا ومساندتكم، وقرأت وسمعت قد إيه دفعتم عني وغلطتم الولد الصغير، لكن أنا عملت الفيديو ده عشان أعترف بخطئي وأعتذر لأهل الولد الصغير إن إيدي اتمدت عليه وأنا عارف إنه هو عيل صغير. وأضاف الفنان محمد رمضان: لما غلط في الأول قلعته الكاب وبصيت في وشه لقيته إنه صغير، قلت له اسمك إيه يا حبيبي، ولما رجع غلط تاني لفيت وقلت له هات التليفون، خباه وما تملكتش نفسي وضربته قلم بسيط، والقلم البسيط ده طير له الكاب والنضارة. ولو نعتبر ان الناموسة اللي وقفت على خدي قلم فانا استاهل 5 لاني مديت ايدي على عيل صغير، ودي لا رجولة ولا بطولة مني. اكمل الفنان: وانا ما تملكتش نفسي لما خدت تليفونه ومسحت الفيديو، حد قال لي كسر له تليفونه عشان ما يعملش كده تاني، قلت له لا هو غلط، ابوه وامه ذنبهم ايه يجيب له تليفون تاني، خاصة لما عرفت انه من قرية تانية، وقلت لهم روحوه، والامن قال اعمل له محضر، قلت لهم لا يروح بعد اذنكم. وكانت حالة من الجدل قد أصابت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو ظهر فيه محمد رمضان وهو يصفع أحد معجبينه ويعتدي عليه، وفي المقابل رد له الشاب تلك الصفعة في لحظتها، وذلك خلال تجوله في إحدى قرى الساحل الشمالي بعد إحياء حفلا هناك.